النهارده عايز اتكلم عن اهميه الزيوت واستخداماتها للحمام. الزيوت الطبيعيه اللي بنلاقيها عند العطار وفي الصيدليه. طبعا ما اتكلمناش قبل كده يعني بشكل مفصل او بالتفصيل على الزيوت. فطبعا انواع الزيوت كتيره، في زيت بصل وزيت توم وزيت نعناع وكل انواع يعني اي زيوت الاسماء اللي احنا نعرفها، وفي كمان حاجات ما سمعناش عنها. بس انا النهارده هتكلم عن 3 انواع انا مش بستغنى عنهم، اقول لكم عليهم ايه بالتفصيل واستخداماتهم ايه وجرعتهم ايه، وطبعا يعني بيعملوا ايه في الانتاج، او بيزودوا الانتاج ازاي، او بيأثروا في الانتاج ازاي. خليكم معانا وهقول لكم كل حاجه عن الزيوت دي وانواعها بالتفصيل. اهلا بكل اصحابي وحبايبي ومشتركين القناه، يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما قلنا كده في بدايه الفيديو هنتكلم عن الزيوت الطبيعيه واهميتها للحمام. طبعا من اسمها ان هي طبيعيه فكده يبقى فيها نفع وما فيهاش ضرر. وزي ما احنا على طول عارفين انا بحب اتعامل مع الحمام بالحاجات الطبيعيه، ما بديش حاجات اي حاجه كيماويه غير لما بتدخل شويه فيتامينات وخلاص، بس كده وحاجات بالجرعات المحدده ليها. وطبعا استخدام المضادات الحيويه واي علاج واي كيماويات تدخل في جسم الحمام عامه مرفوضه طالما ملهاش لازمه، بندخلها بس في حالة الأمراض يعني لا قدر الله، أو لما بنضطر ليها، غير كده يبقى احنا تمام بعيد عنها. طيب استخدامات الزيوت ايه، وايه هي الزيوت اللي ينفع استخدمها؟ عدد الزيوت ياما، ويعني لو احنا قعدنا هنستخدم في كل الزيوت، لو قعدنا كل يوم نستخدم نوع زيت مش هنخلصهم. بس انا بقول هنتكلم في الانواع اللي هي المفيدة قوي، واللي في نفس الوقت يعني مفيش غنى عنها. وعشان برضو ما شتتكش واقول لك في زيت بصل وفي زيت توم وفي زيت مش عارف، في كل الانواع. يعني عايز اقول لكم انا لما بقف قدام ركن مثلا في عطاره ولا في صيدليه ركن فيه زيت، بلاقي اسماء نفسها انا ما يعني الواحد بيبحث عنها عشان يعرف دي ايه. هنلاقي حاجات كتير قوي. المهم الحاجات اللي معانا النهارده عشان ما اطولش عليكم. اول واحد انا بتعامل معاه يعني بتعامل بيه في الزيت ده. الزيت ده وانا اتكلمت عنه قبل كده بس ما اتكلمش عنه بالتفصيل. الزيت ده اسمه زيت جينسنج. دي الازازه دي بتتباع عند العطار، في منها عند العطار ماشي، وفي منها عند الناس اللي في الصيدليات. طبعا الصيدليات بتبقى ازازه غير دي، وبشكل تاني بتبقى شركات ادويه اللي منزلاها، بس بتبقى اغلى شويه. دي كويسه وتأدي الغرض وتمام 100 100. زيت الجينسنج ده يمكن نكون سامعين عنه، هنلاقيه داخل في حاجات كتيره برضه، في الحاجات البشريه بيستخدموه اكتر في المحفزات الجنسيه والمنشطات الجنسيه والكلام ده كله. فطبعا كده هنفهم ان هو مفيد قوي للذكر اكتر من الطيره. فده بستخدمه في ايه؟ لما يكون ذكر روق عندي حصوايه او روق حصوتين في مره، بديله 10 نقط مع الفيتامين بتاع فيتا ماونت اللي احنا عارفينه. يعني في فيتا ماونت الفيتامين البشري اللي انا بتعامل بيه دايما للحمام، في نفس اليوم اللي بديله بدي سنتي في البق للذكر اللي بيروق، وبدي 10 نقط. طبعا انا بحط الزيت في قطره زي كده، قطره بتاعت القطره العاديه، بحط 10 نقط منه مع الفيتا ماونت، بيجيب نتيجه هايله. هو محفز ومقوي، خد بالكم المحفز دي لان في فرق ما بين محفز ومقوي. مقوي دي اللي هو يعني ايه، بيقوي مثلا الحيوانات المنويه فبيبقى فيه تخصيب عالي، لكن محفز بيخلي الذكر يشتغل اسرع، يخلي الذكر يسخن. فمفيد قوي الموضوع ده. ده بالنسبه لو انا هستخدمه كده علاج الذكر بيروق. لو انا هستخدمه في الطبيعي من غير يعني كوقايه، بدي 10 نقط كل شهر للذكوره. بعمل كده للذكوره عندي، بكتبها في الجدول 10 نقط لكل ذكر جينسنج. واللي بيعلي منه زي ما قلنا فيتامين بتاع فيتا ماونت، بيعلي منه بيظبط الاداء او معاه. دي كده رقم 1 معانا. رقم 2 ده زيت اسمه زيت كبد الحوت اهو بالشكل ده، داخل برضو في حاجات كتيره في الادويه، بس انا جايبها لكم، انا بجيب لكم الخام اللي هو المستخلص من الحاجه على طول، فبتبقى يعني تركيزه عالي وفي نفس الوقت طبيعي فما بيجيبش ضرر. طيب زيت كبد الحوت ده برضه هنفهم من اسمه هو معمول من ايه. معمول من زيت السمك. زيت السمك يعني احماض امينيه، يعني بديل الاوميجا 3 اللي هو في الصيدليات.
اول حاجه بنستخدمه لما بتكون في حاله العلاج، بنديه 10 نقط مع اي بعد، يعني احنا بندي مثلا عندنا اي حاجه تعبانه بنديها مضاد حيوي، بعد المضاد الحيوي بندي فيتامينات، او بندي رافع مناعه قبلها بيوم، بعد كده بندي فيتامينات. ده انا بستخدمه رافع مناعه، رافع مناعه شديد جدا، ولو عايز اديه مع المضاد الحيوي في نفس اليوم هديه، لانه برضه ما بيتعارضش، لان طالما حاجه طبيعيه ما بتتعارضش مع الادويه، فكده بنديه مع المضاد الحيوي تمام. يعني ده بنستخدمه رافع مناعه لاي حاجه تعبانه عندنا، وبينفع مع الزغاليل، وبينفع مع الكبير، وبينفع مع الذكر ومع الطيره، وتمام ومية مية في كل الحالات. ده كده زيت كبد الحوت. تالت زيت معانا، وده زيت ده انا بحبه شخصيا يعني عشان هو ريحته جامده قوي. الزيت ده زيت نعناع اهو، برضو ده زيت نعناع. طب بنستخدمه في ايه؟ ده غير ان انا بحطه على الشاي عشان بيبقى شاي بنعناع، دي حاجه تاني. بس الزيت ده انا بستخدمه للحمام اللي عنده اي حاجه تنفسيه، حتى لو انا هعالجه باي حاجه، ده بعيد عن العلاج، انا بديله من ده، بدي 5 نقط لاي فرد، وبيجيب نتيجه بقى علاجيه مع الحمام اللي بيبقى فيه حشرجه، او الحمام اللي بنلاقيه زي ما يكون ايه في حاجه كل شويه بيعطس بيعمل صوت بزوره، وتلاقيه يفضل زي ما يكون حاجه في زوره مش عايز تطلع. ده بيوسع الشعب الهوائيه. عارفين انتوا الفينادون البشري لما احنا اتكلمنا عنه، ده بيقوم بنتيجه الفينادون. وعالجت بيه حاجه قبل كده، كنت مديله اللي هو يعني انا بدي اي حاجه عندها دمعه، اي حاجه عندها مثلا حشرجه زي ما قلنا، اي حاجه تنفسيه بدي معاها طول ما انا بعالج او بعمل حاجه، بدي دي، بدل زيت النعناع ده 5 نقط في البق زي ما قلنا برضو اهو، في نفس بقطاره، وسهل وبسيط. بيخلي الفرد حتى لو كانت الحاله عنده متأزمه، بيوسع الشعب الهوائي، بيخلي الفرد يعرف يتنفس، وبيعمل حاجه لما بيفتح الشعب، لما بتبقى فيه حاجه بتطردها بسهوله، فبيعلي مناعه الجهاز التنفسي. يعني لما يكون فرد بيفتح بقه والحاله عنده متاخره ومش عارف ياخد نفسه، طبعا احنا ساعات بيبقى الواحد عايز يفتح بقه ويشوف الممر الهوائي ونفسه يشيل منه حاجه، مع ان ده حاجه هتموت. يعني لو انت جربت تعمل حاجه زي كده يبقى انت بتموت الفرد. بس انا بقول واحد متخيله كده عايز يساعد الفرد، ده بيساعد قوي. زيت النعناع 5 نقط في البق، ملوش استخدام غير كده. يعني ده ما بستخدموش ولا وقايه ولا يعني مفيش مثلا مش وقت كده اروح ادي زيت نعناع. بيعمل حاجه حلوه قوي برده، بيأثر على الاعصاب، بيهدي الاعصاب قوي. يعني لو عندك طيره والطيره دي عندها فيها حصوايه مزنوقه ولا حاجه، ودهنت لها باي زيت من فتحه المخرج عشان تسهل الحصوايه، ادي 5 نقط في البق مع ده ماشي، بيعمل حاله زي حاله ارتخاء الاعصاب بتاعه الطيره، وبيخليها تحصل حصوايه بسهوله. دي استخدامات 3 زيوت عندنا زي ما قلنا، في انواع ياما، بس انا كنت في الاول بجيب كل الانواع، كنت بجيب يعني تلاقي عندي مثلا في الصيدليه 10 12 نوع جنب بعض زيوت بس. طبعا انا لما بقيت الانواع دي موجوده في حاجات تانية، موجوده في حاجات علاجيه، وموجوده في فيتامينات، فابتديت زي مثلا التوم. طب انا ايه اللي يخليني اجيب توم؟ طب ما انا بعرف استخدم التوم مباشر على طول فريش. نفس الكلام مثلا في البصل، يقول لك في المرمر، يقول لك زيت مش عارف بتاع ايه، بتاع الحيه، مش عارف زيت، انواع ياما وكتيره، وصبار ولوز وحاجات ياما. فطبعا انا اللي يهمني الحاجات اللي انا بقابلها. ترويق الذكور طبعا كلنا بنخاف منه، ومفيش حد ما بيعانيش منه. يعني نيجي في فتره كده، في فترات موسميه، نلاقي ان ما بين الفصول نلاقي ان عندنا كام حصوايه، او مثلا ممكن حصوايتين في عش واحد نلاقيهم فاضيين. دي بتبقى حاجات كده اسمها موسميه، تغيير الفصول، بيبقى يعني ايه ضعف موسمي شويه، ده بيأثر على الذكوره جامد. فتره القلش طبعا بيفرق معاها جامد في الذكور. فلما بتبقى في حاجات زي كده، زي وخصوصا الجينسنج وكبد الحوت اللي هو يعتبر الاوميجا 3 اللي هو في الصيدليه، بس ده طبعا ارخص بكتير، واستخدامه اسهل عليا. بدل ما افتح الكبسوله واعمل دي، بسحب منها على طول بسرنجه وبحط هنا، او بسحب من دي على طول. يعني مجرد ان انا بدوس عليها دي كده وبحطها في الازاز واسيبها، بتروح سحبه، يبقى انا كده بسهوله جدا، اسهل من الكبسوله الاوميجا 3. ده كان فيديو سريع برضه هيسهل علينا، وكل حاجه احنا بنستخدمها بنقدمها. وكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش اللايك عشان الفايده تعم، واستنونا باذن الله في فيديو جديد.